الهدية. سميرة تلميذة مهذبة وذكية، تدرس في الصف نفسه الذي تتعلم فيه سلمى. كانت تنافس سلمى على رضا المعلمة وعبارات تشجيعها. مرضت سميرة مرة وانقطعت عن الدروس مدة، ولما سمعت المعلمة أننا سنزورها في البيت قسمتنا إلى مجموعات كي لا نسبب لها إزعاجا. كانت سلمى في حيرة، فأخذت تفكر في هدية مفيدة تقدمها لها. بعد قليل ذهبت إلى غرفتها وأحضرت ما يلزمها، ثم خرجت مسرعة لتلحق بزملائها الذين كانوا بانتظارها. سلمت عليهم وصاروا جميعا إلى بيت سميرة. هذا يحمل أزهارا، وتلك ثمارا، وذلك كتابا. استقبلت أم سميرة الزوار ورحبت بهم، ثم دخلوا غرفة سميرة فوجدوها مستلقية على سريرها، تبدو عليها علامات المرض. سلم الجماعة على سميرة وسألوها عن حالها وقدموا لها الهدايا، ثم التفوا إلى سلمى التي لم تكن تحمل شيئا في يديها، لكن سلمى أخرجت من جيبها أوراقا من الدروس التي غابت عنها سميرة، ثم انحنت على الفراش وقالت لها: أنا تحت طلبك لأشرح لك ما صعب عليك فهمه من هذه الدروس. فاضت عيناها بالدموع وقالت: أنا عاجزة عن شكرك، لأنك عاملتني معاملة الصديقة المخلصة لا معاملة المنافسة في الصف، فلله درك.